السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات حبيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال التفاح كتجي غزاله. بسم الله على بركه الله. عندنا 2 بيضات، عندنا نص كاس ديال سنيده، وعندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا نص كاس ديال الليمون معصور، عصيرة الليمون، وعندنا 2 معالق ديال القرفه حيت كنحتاجو القرفه، عندنا 2 معالق ديال الزبيب ومرقدينهم في مزهر، عندنا واحد الخماره فانية، وعندنا خماره ديال 7 غرام، وعندنا 2 تفاحات مقطعين شرائح على هذا الشكل بحال هكا، وخاويه عليهم نص كاس ديال مزهر، وعندنا 6 المعالق ديال الدقيق. بسم الله على بركه الله. كنديروا القرفه في التفاح وكنخلطوهم مزيان، كنحاول نخلطهم مزيان على هذا الشكل بحال هكا، وكنخليهم على جنب. كنجيب البنات واحد الاناء، كندير فيه دوك 2 البيضات، كنحركهم، كنزيد عليهم نص كاس ديال السنيده، نضربهم مزيان. باقي عندي في هذا الكاس واحد شي تاع السنيده، غادي نحاول صافي، وكنحرك هذوك مزيان. كنزيد عليه ديك الفانيا، قبيصه ديال الملحه، كنزيد عليه داك العصير ديال الليمون، كندير الزيت. الزيت البنات كنحاول نخويه بحال الخيط، كنجيش نخويه في خطره، كنديريه بحال هكا على خيط. كنخوي داك الزبيب بداك مزهر اللي كنت مرقداه فيه، كندير 3 المعالق في الاول ديال الدقيق، حتى كنحرك وكنبقى عيني ميزاني على حسب الدقيق. كندير ديك الخماره ديال الحلوى 7 غرام، درت 3 المعالق، غنحاول نزيد 2 معالق وغنحرك ونشوف. ديما الكيكه على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب. دابا زدت معلقه اخرى وكنحركها، درت البنات 6 المعالق. ها هما شوفوا الشكل كيفاش ديال الكيكه، كيفاش عطاها لينا على هذا الشكل بحال هكا. البنات عندنا السيترو ديال الحليب، وعندنا كريم باتيسير، وعندنا سنيده. كنديروا المعلقه الاولى، كنديروا المعلقه الثانيه، كنديروا 2 معالق كبار، كندير معلقه عامره ديال كريم باتيسير، كنعاود نزيد كندير 2 معالق عامرين مزيان، 2 معالق سنيده و2 معالق ديال كريم باتيسير. كنحركهم مزيان قبل ما نديرهم فوق العافيه، حتى كيرجعوا ينتجموا مع بعضياتهم مزيان. كنجيب البنات المول ديالي، كنخوي فيه الكيكه،
خاصها تكون دايره الخيط بحال هكا. كنضربوا المون ديالنا مع بحال هكا، كنضربوه مع لاض باش ما يبقاو دوك الخويات. كنشدوا الكريم باتيسير كنخويو فوق منها، الكريمه وكنستوها بحال هكا، وكنضرب المول ديالي حتى كيتقاد. وعندنا ديك التفاح هاد جوج، وعندنا الكركاع مقطع طريفات صغار، عندنا سنيده. نشدوا البنات التفاح كنستفوه بحال هاد الشكل بحال هكا، حتى البنات كتجي زوينه. كنستمروا على بحال هكا. كنحاولوا نستوه بحال الشكل بحال هكا. واللي بغى يدير لها بحال الوريضه، انا درت لها بحال الوريضه. كنجيبوا داك الكركاع ديالنا كيكون مقطع قطيعات صغار، كنزوقوا به الكيكه بحال هكا. صدقوني يا البنات راه كتجي زوينه وهماويه. الا جا عندكم الضيافين او ديروها لوليداتكم كتجي زوينه. كنجيبوا القرفه كنديروا ليها بحال هكا، كنرشوا فوق من داك شويه القرفه بعد ما درنا الكركاع، حيت هي كتجي فيها واحد النسمه زوينه، ما زهر والقرفه كتجي زوينه بهم. كنبقى ندير لها القرفه بحال هكا. كنشد البنات السنيده حتى هي كندردرها فوق منها بحال هاد الشكل بحال هكا. ملي كطيب كتجي معسله من الفوق. صافي البنات، هي الكيكه ديالنا واجده. غندخلوها للفران، يكون الفران ديالنا سخون، نشعلوا ليها غير من التحت وكنخلوها. البنات هي الكيكه ديالنا بعد ما طابت كتجي على هاد الشكل بحال هكا. كنجيب واحد شويه ديال العسل كندهنوا ليها الوجه ديالها. كنبقاو ندهنوها بحال هكا باش كتجي واحد البريو، كيجي فيها واحد البريو زوين. البنات هي الكيكه ديالنا بعد ما وجدات، الشكل ديالها على هذا الشكل هكا. راه كتجي البنات زوينه ولذيذه. كنتمنىكم ديروا بحالها وتعجبكم، وشجعونا وديروا لنا اللايك وبارطاجوا لنا الفيديو. شكرا.